يا مسا السعادة والجمال على أحلى متابعين، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من معلومة على الماشي. معاكم أسماء عرابي. ومعلومتنا النهاردة بتظهر لك كده، أو جت فترة عليها بتظهر كتير قوي في الإعلانات بتاعة الفيسبوك، اللي هي الصورة دي get your hands dirty. يعني إيه؟ يعني get your hands dirty يعني إيه؟ وسخ إيدك؟ لا، المصطلح ده ليه معنى وهو خاص قوي بالورك. وكان في حد قال لي ان هو كان بيكلم مع حد يعني من الاجانب وكده، وكان بيكلموا على مجال الشغل بتاعه، فقال له get your hands dirty. فهو ما فهمش يعني ايه get your hands dirty، فبدا ان هو يسال يعني ايه get your hands dirty or dirty. فبدا الراجل يقول له ان انت المفروض ان انت دلوقتي تشتغل الحاجه دي بايدك، يعني اشتغل واتدرب بايدك علشان تتقن المهاره دي. طب هي في الاعلان ده كانت جايه ليه؟ في الاعلان ده كانت جايه عشان هو تحضر للاخضر، يعني ازرع وتحضر للاخضر، بس في نفس الوقت هي ليها نفس المصطلح اللي انا قلته لك ده، اللي هو get your hands dirty او dirty، يعني اشتغل الحاجه بايدك. وده فعلا نصيحه كويسه جدا لاي حد عايز يتقن اي مجال هو فيه. ما تاخدش الحاجه نظري فقط، ما تتعلمش نظري فقط، طبق الحاجه دي بايدك، اشتغل بايدك فيها. مش شرط تشتغل بايدك يعني امسك شاكوش ومفك واشتغل بايدك، لا، اشتغل بايدك يعني اتدرب على الحاجه دي بنفسك. وده هيخلينا نتطرق لموضوع مهم جدا. انت كتيتشر، كمدرس، انت مطالب بايه؟ يعني انا مدرس خلاص يا جماعه، انا بدرس الاولاد الحمد لله، بيدخل لي فلوس حلوه والدنيا ايه ماشيه. لا، انت هيجي لك وقت وتقع. get your hands dirty يعني ابدا اشتغل على نفسك. طب انا باخد كورسز، خلاص انا باخد كورسز او انا بتعلم انجلش، فانا الكورسز اللي انا باخدها تمام جدا، انا بطلع ليفل. لا، ما تعتمدش فقط على الكورسز. انا عايزاك تعمل حاجه تانية، انا عايزاك فكر كده وقول لي تعمل ايه، لان انا جربت الموضوع ده وخدت فيه كتير جدا، يعني مشيت فيه مشاوير كتير جدا. الكورسز خدتها، الكورسز ما هي الا ان هي بتدي لك دفعه تطلعك او تعلي المعلومات اللي عندك، بس انت اللي عندك كل حاجه بعد كده المفروض انت تعملها. تعالوا نشوف مع بعض ازاي احسن نفسي في الانجليش، كنت مدرس او كنت حد حابب اصلا الانجليش كلغه، او حابب ان انا اطور نفسي في الانجليش. ليتس جو، تعالوا نشوف. طيب مبدئيا كده، انا بدرس انجلش كتير، بس انا ايه يعني بسمع بفهم بس مش قادر ان انا اتكلم. فازاي ان انا اطور نفسي في الموضوع ده؟ هل الكورسز هتديني المساحه دي؟ هي هتدي لك دفعه، هتدي لك اكتيفيتيز تعمل بيها الموضوع ده، بس انت لازم تعمل الموضوع ده مع نفسك. طب ازاي ادرب نفسي ان انا اتكلم من غير ما ابقى خايف، من غير ما تبقى غلطاتي كتير؟ في الاول هتغلط، هتغلط وهتغلط كتير، بس انا عايزاك تبقى انت التيتشر بتاع نفسك، انت اللي تعلم نفسك، انت اللي ترشد نفسك للحاجه الصح. بمعنى يعني ايه برضو؟ انا اول ما بدات القناه بتاعت اليوتيوب، بداتها من 5 سنين، والحمد لله القناه الحمد لله مشاهداتها لوز. انا اصلا لسه ما وصلتش لحد الادنى يعني ليها، ما حققتش يعني الساعات، التارجت بتاع الساعات اللي تخليني اقدر ان انا اكسب من القناه، وده عادي جدا مفيش اي مشكله. انا خدت على الموضوع ده من الصفحه كمان. بس عايزه اقول لك ان انا في حاجه كنت بعملها. انا اول فيديو صورته قعدت فيه حوالي 3 ساعات او 3 ساعات وي. الفيديو ده لما نزلته على القناه كان حوالي ربع ساعه، تلت ساعه، يعني في الرينج ده كده. عدت كتير جدا، وقفت كتير جدا. كنت بسمع نفسي اقول ايه ده، انا ازاي نطقتها بالطريقه دي، هي اصلا ما بتنطقش كده، ايه ده انا ازاي غلطت اصلا في الجرامر وانا بقول الجمله دي، المفروض ان انا كنت اقولها بالطريقه الفلانيه. كان لي اخطاء كتير جدا، والحمد لله ما كانش عندي متابعين كتير، فما كانش فيه سلخ، يعني ما حدش كان بينزل يسلخ فيا. كنت انا ايه بسمع وانا انتقد نفسي بنفسي، وانا اشوف الحاجات الغلط اللي عندي. طيب جيت بعد كده عملت ايه؟ لا، ده انا عندي مشكله بقى دلوقتي. انا مشكلتي دلوقتي ان انا ما عنديش طلاقه وانا بتكلم الانجليش. عندي شويه الاكسنت ما كانتش كويسه جدا بالشكل اللي انا فيه دلوقتي، بس ازاي اطور الاكسنت بتاعتي؟ بدات ادخل على اليوتيوب واعلم نفسي بنفسي. يعني ايه اعلم نفسي بنفسي؟ ان انا ابدا اجيب فيديوز بتاعت النيتيف سبيكرز وابدا ان انا اسمعها كتير جدا جدا جدا، او اجيب MBC2، او اجيب القنوات بتاعت الافلام الانجليش وابدا ان انا اسمعها. تجيب الBBC نشره الاخبار بالانجليش بتاعتها وتقعد تسمعها. انا عايزه ودانك تسمع على طول، تسمع 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 تسمع. كل لغه ليها تون خاص بيها، نغمه خاص بيها. انت اسمع النغمه بتاعت اللغه، هتلاقي نفسك بعد كده تلقائيا انت بترددها. تلقائيا انت لو نطقت حاجه غلط تقف كده شويه وتحس ان في حاجه غلط اتقالت. طبعا ده مش هيخليني ان انا ابقى بيرفكت 100%. انا نطق بصوا ما فيش منه اتنين، كلنا بنعيش وبنتعلم، كلنا بنتعلم مع بعض. وخلي بالك يعني انت عندك علم، افتكر انك قبل ما يبقى عندك العلم ده انت ما نزلتش بيه، يعني انت ما اتولدتش بيه. انت العلم اللي عندك ده انت يعني طورت نفسك فيه، غيرك لسه بيبدا، فانت ممكن ترشده بطريقه كويسه وفي نفس الوقت خليك لطيف. مهاره الليسننج بقى فتحت معايا افاق كتير جدا. ايه هي بقى؟ خلت عندي مهاره السبيكنج كويسه جدا، خلت عندي مهاره الريدنج حلوه جدا الحمد لله والشكر لله بفضل ربنا طبعا. خلت المهارتين دول عندي حلوين قوي. يبقى انا عندي 3 مهارات اساسيه انا خدتهم كده واكتسبتهم من الاستماع.
السبيكينج والليسننج والريدنج. طيب جينا عند مهاره الرايتنج بقى، شويه ايه، تمسك كده الجرامر من الاول خالص كانك طالب يعني لسه في كي جي 2. من الاول خالص كده بدات اسمع قنوات، اسمع القواعد بتاعتهم، اشوف امتى استخدم الحاجات دي. كنت بسمعها من مدرسين عادي زينا كده، يعني مدرسين زي كده يقدروا يتكلموا معايا. وعلى فكره يا جماعه، هو مفيش مشكله خالص ان المدرس اللي بيشرح انجلش يتكلم عربي. انا عايزاكم بس ترجعوا للكورسز بتاعت السلتا كده، لو حد عارف يعني ايه سلتا. السلتا دي هي طرق تدريس اللغه الانجليزيه، في منها as a second language كلغه تانية اللي هم الغير الناطقين بالانجلش، يعني الناس اللي هي بالنسبه لها الانجلش ده مش اللغه بتاعتهم. فبيقول لك اتس اوكي ان انت تستخدم العربي في الشغل بتاعك. طيب انا بالنسبه لي العربي بستخدمه ايه طول الوقت في الحصه؟ لا، هو الفيديوز اللي بتنزل لكم بيبقى فيها ايه؟ الفيديوز اللي بتنزل لحضراتكم بيبقى فيها شرح الجرامر. طيب انا ازاي بقى اشغل بقيه الحصه بتاعتي بقى اصلا ان انا اشتغل انجلش معاهم؟ في حاجه الكلاس لانجوج، لكن لازم تبقى عندك كويسه جدا. حاول ان انت مره على مره تدرج طلابك معاك في الفصل ان ياخدوا على ان يبقى يعني طلباتهم وكلامك ليهم انجلش. اعملوا لو حتى 5 دقايق كده في اول الحصه تتكلموا فيها انجلش فقط، واختار حد واحد يقف يتكلم معاك، وبعد كده قعدوا او حد تاني يتناقش معاك في اللي انتوا اتناقشتوا فيه. فعلا مش هيكمل معاكم 5 دقايق بس تفرق كتير جدا مع الاولاد. الحاجه الثانيه كنت بديهم اكتيفيتيز في البيت، ان هم مطالبين ان هم يتكلموا عن موضوع معين. ولما كانوا بيتكلموا عن الموضوع المعين ده كان في طبعا في طلاب عندك متفوقه، فكنت باخد الطالب المتفوق ده انزل الفيديو بتاعه وابعته لهم، واطلب منهم ان هم يسمعوه كتير ويحاولوا يعملوا فيديو زيه. فعلا الاولاد كانت بتحاول وكانت بتعمل، وكنت بشجعهم جدا. مهاره السبيكينج انت مش مطالب طول الوقت ان انت تبقى الجرامر بتاعك 100 100، المهم ان انت توصل لي المعلومه اللي انت بتتكلم فيها. عادي هيبقى فيها اخطاء في الاول، بعد كده هيبقى النطق بتاعك حلو جدا. ما نحاولش نجري قوي على عوجه اللسان. يعني في مدرسين كتير بشوفهم لما بييجوا يشتغلوا الانجليش يقولك الانجليش ولازم يو هاف تو، ويفضلوا يتكلموا كده معاك بتعنت شويه، يعني مش بيبقى الانجليش بتاعهم سلس. كنت بحس ان في تعنت في نطق الانجليش، يعني انا مش عارفه اجيب الطريقه بتاعتهم بالظبط، بس انا عايزاك تحاول ان الانجليش بتاعك يبقى سلس. So I hope this video will be useful to you. If it helps you, I wanted you to write a comment to me. Okay, goodbye, see you soon. Goodbye. مع السلامة، اشوفكم في فيديو جديد من معلومة على الماشي، وكانت معاكم أسماء عرابي.